نوضح شي حاجه لدوك المتنمرين اللي كيجيو كيتنمروا ما عرفوش كيحسب راسهم وكيجيو كيعيبوا عباد الله على شي حاجه هما ماشي مسؤولين عليها. بغيت نقول لكم بلا انكم ما كتعيبونيش انايا ولا كتعيبوا داك الشخص اللي كتعيبوه بشي حاجه هو ماشي مسؤول عليها، مثلا على الخلقه اللي خلقوا عليها سيدي ربي. بحال مثلا انا كتجيو بزاف ديال الناس كيجيو كيعيبوني على النيف ديالي ولا مثلا على الحبوب ولا على الغلظ ولا على شعري، الوغ هادشي انايا ماشي مسؤوله عليه، حتى الغلظ ماشي مسؤوله عليه. اوكي باسكو الغلظ عندي اسبابي وما غاديش ولا نعاود حياتي للناس. ولكن مثلا نهضروا على الانف ماشي انا اللي خلقته، خلقوا سيدي ربي. دوك حتى ملي كتجي تعيبني ما كتعيبنيش انا، كتعيب سيدي ربي، حقاش ربي اللي خلقو ماشي انايا. واش عارفين راسكم واش راكم ديروا ولا لا؟ ما راكوش كتعيبوا الخلق، راكم كتعيبوا الخالق، حقاش هاد الوجه ماشي انا اللي صنعته ولا ماشي انا اللي خلقته. مثلا عاوتاني ملي كتجيو تعايروني على لو في على الهضره ديالي ولا لو في كو انا ما جيت من البركان ومن عين الركاده وكل شيء، حتى هذيك ماشي انا اللي مسؤوله عليها وماشي انا اللي اختاريت نزاد تما، بسيدي ربي اللي زيدني تما وخلاني نكون من ديك البلاصه. دونك نتوما ما كتعيبونيش انا، كتعيبوا سيدي ربي. سي بور سا انا كلامكم عمرو ما كيهزني. افون قبل ما نفهم هاد القضيه كنت ما عنديش ثقه في راسي وكلشي، كان كيتوشيني كلام الناس وبزاف ديال الحوايج ولا اللي كيعيبني شي واحد. ولكن اون فوا ديك الحاجه انا ماشي مسؤوله عليها، ماشي انا اللي خلقتني فيه، دونك علاش غادي يبقى فيا الحال؟ ربي اللي خلقو، انا ثايقه في سيدي ربي. نتايا كلامك بالعكس ملي كنشوفو كتشفني. علاش؟ لحقاش اسيدي ولا سيداتي كطيح في واحد الذنب كبير، انك راك ما كتعيبنيش انا، راك كتعيب سيدي ربي كما قلت، راه شي حاجه خطيره بزاف. المهم على هادشي بغيت ندير هاد التوضيح لعل وعسى الطرف شي واحد ولا يفهم شي واحد راسو ويريض من هاد التنمر، ما يبقاش عاوتاني يمشي عند الناس ويعيب سيدي ربي من خلالهم، حقاش انت ما كتعيبش داك الناس، كتعيب سيدي ربي من خلالهم. فردوا بالكم اخوتي من هاد القضيه، باسكو راه واعره صعيبه بزاف. راه ما عرفتش والله لا ما عرفتش فين ولينا، في واحد الزمان لي ريزو سوسيو بنادم تلقاه في الشارع ما يزعمش يهضر معك هضره بصح كيولي سبع، هو فار في الواقع وفي المواقع اسد. مهم الله يهدينا ويهدي الجميع، وحاولوا تنقصوا شويه من التنمر، وراه الدنيا دواره، راه كاين يوم كيتاثرش، كاين اللي وصل واحد المرحله انه فهم هذا الشيء ما غادي يعني كلام الناس ما ياثرش فيه، عارف بلا كلام الناس ما يتوشيه، ما يزيد له ما ينقص له من حياته شي حاجه. ولكن كاين عاوتاني لي زام سنسيبل وفراجيل، يعني كاين ارواح هنايا فراجيل يعني دايره في الساعه تاثر. فراه الذنوب اللي كتاخذوا من اللي كتخليو نتوما كتكتبوا 3 الحروف ولا ما عرف شحال من حرف ولا جمله، غير جمله وحده تقدروا تدمروا بها شي واحد يدخل في اكتئاب، ما عرفت يقدر يوصل حتى للانتحار. فردوا بالكم اخوتي من هذه القضيه، الله يرحم الوالدين، حبسوا من هذا التنمر، من هذا كبوا سمكم في شي حاجه اخرى. ابنادم لعب بالسبور، سير خرج ديك الطاقه السلبيه في شي حاجه اخرى، ما تادي بها راسك، ما تادي بها الناس، راك انت كتادي دروك جوج ديال الناس، كتادي داك الشخص اللي كتنمر عليه وكتادي راسك، حقاش كتاخذ الذنب، حقاش انت راك اصلا ما كتعيبش كما قلت داك الشخص، ملي كتعيب الخالق وهذه راه ما عرفتش يمكن اعظم ذنب ممكن ترتكبه في حياتك.